برج الجوزاء، مساء الخير، ازيكم؟ برج الجوزاء الهوائي يساعدك هذا الشهر. ما شاء الله، الله اكبر، شهر كريم جميل حلو ورائع عليكم. طبعا الا حاجات بسيطه، لكن وجود الشمس في برج الدلو الهوائي ووجود عطارد كمان في الدلو الهوائي لحد يوم 14/2، لانه هينتقل بعد كده الى برج الحوت المائي، وبعد كده هيكون كمان معانا بلوتو في برج الدلو. كل ده بيديلك دعم. ما تنساش ان يوم 14/2 ان شاء الله اللي هو يوم عيد الحب، كل عام وانتم بخير، تراجعات المشتري هتنتهي عندك في برجك وهتبتدي تاخد مجارها او مسارها المظبوط، وهنا تبتدي تتنفس يا برج الجوزاء. برج الجوزاء الشهر ده شهر رائع ما شاء الله، حتى لو كان في تراجعات في بيت المال، يعني تراجع في المريخ، ممكن يكون السيولة المالية مش قوية، لكن ده لغاية يوم 6/2. من بعدها ان شاء الله باذن الله المريخ هيبتدي ياخد يعني مجاله الصحيح، ويبتدي يمشي في خط سيره مظبوط، وتقدر النهارده تقدر تقول من يوم 6/2 الحمد لله على السلامه. طبعا اكتر واكتر لما المشتري كوكب الصاعد الاكبر اللي موجود عندك في بيتك الاول، بيت الشخصيه بتاعك، يبتدي ياخد مجاله الصحيح ويبتدي يمشي في خط سيره مظبوط، وده هيحصل ان شاء الله تقريبا من يوم 14/2. هيفضل موجود عندك فتره حلوه جميله هتحقق فيها امنيات كتيره. برج الجوزاء هذا الشهر ان شاء الله باذن الله من الاشهر اللي مش هتنساها، فيها حاجه هتحصل هتحقق لك حاجه انت كنت بتتمناها، تحقيق حلم، أمنية، حاجة أنت كنت بتدور عليها وما كنتش عارف تجيبها. يمكن شخص كمان كان بعيد عنك وهيرجع، ممكن كمان لو كان في حد بعد الشر طبعا في اعتقال أو في سجن، إن شاء الله بإذن الله هذا الشهر يكون شهر كريم عليه ويكون معاكم بإذن الله. شهر فبراير الشمس موجودة في برج الدلو لحد يوم 21/2، بعدها بتنتقل إلى برج الحوت، هيبقى عندنا حوت حمل طور جوزاء. هنا ممكن أقول لك في شوية صعوبة عليك يا برج الجوزاء، ممكن يبقى في شوية ضغط عليك شوية، ممكن يبقى في شوية تعب، ممكن يبقى في شوية إرهاق، لكن الجزئين الأولانيين حاول تستفيد من تقريبا من يوم 14/2 لحد يوم 21/2 عندك أسبوع من ذهب، حاول تتبقى. أما انتقال الشمس إلى برج الحوت فهنا ممكن أقول لك خلي بالك شوية، ممكن تكون تحت ضغط، واقع تحت ضغط، واقع تحت تأثير، مثلا أنت تبقى تحت عينين حد بيراقبك، حد عايز يعرف خطواتك، حد عايز يعرف انت هتعمل ايه، خطوتك الجايه، كلامك تخليه بحساب، كل حاجه تكون في حياتك بحساب في هذا الوقت. بعدها هندخل ان شاء الله على شهر كريم رمضان باذن الله، باذن الله من يوم 1/3. مش عايزه اقول لك الجمال اللي هيكون موجود فيه ان شاء الله بالنسبه لك يا برج الجوزاء. برج الجوزاء انت عندك توليفه كوكبيه حلوه مديالك خير كتير قوي قوي خلال شهر 2، ومديالك دعم حلو قوي، وخصوصا انا بقول لك من يوم 14/2، وبعدين من يوم 6/2 ان شاء الله المريخ هيبطل تراجع ويمشي بقى بطريقه مظبوط، فده هنا هيبقى بالنسبه لك انت موقع سعد وموقع حلو جدا جدا بالنسبه لك يا برج الجوزاء. برج الجوزاء الشهر ده ممكن زي ما قلت لك كده ممكن يكون فيه رجوع غائب، وممكن كمان يكون فيه شراء حاجه جديده. اتوقع ان انت ممكن تكون بتنقل كمان من بيت الى بيت، او من مكان الى مكان، او انتقال من عمل الى عمل. الحقيقه ان انا شايفه هذا الشهر هيكون شهر كريم، شهر جميل، شهر رائع عليكم يا برج الجوزاء، لكن انا بحذرك في الثلث الاخير من الشهر، او اعتبارا من 21/2، لانه ممكن بعد كده بانتقال الشمس، وكمان على فكره عطارد هينتقل يوم 14/2 مع المشتري، يعني احنا هنا عندنا كوكبين اتنين بيتغير مكانهم في نفس الوقت، فممكن هنا يبقى فيه شويه بلبله زلزله كده تحصل، لكن هتفك وهتبقى كويسه والدنيا هتمشي زي الفل معاكم يا برج الجوزاء، خصوصا مع انه عطارد هياخد خط سيره مظبوط ويمشي في خط سيره الصحيح. برج الجوزاء هذا الشهر ان شاء الله باذن الله يكون شهر كريم، ممكن يكون فيه سفر على فكره، وسفر لاماكن بعيده او سفر لحتت بعيده، وممكن كمان يكون فيه رد غائب. اللي منكم عايز اي حاجه حتى لو كان اكتمال الامر هيحصل في بيتك الثالث، بيت العلاقات، احنا عندنا جوزاء سرطان اسد، بيتك الثالث، اكتمال الامر في بيتك الثالث يعني بيت العلاقات. انا اتوقع انه في مصالحات للناس اللي كان عندهم انفصالات، والناس اللي كانت واقفه على طلاق او كانت واقفه على انفصال، ان شاء الله باذن الله مش هيحصل، وهيحصل رجوع ان شاء الله باذن الله تعالى. شهر حلو، حاولوا تستفيدوا منه قدر الامكان. ميلاد القمر هيكون في برج الحوت المائي، بعدها بينتقل الى برج الثور، وبعدها بيجي لك انت بعد يعني احنا تقريبا عندنا 1 2 3 4 5 تقريبا من يوم 5 او من يوم 6 القمر هيكون موجود كمان عندك انت في برج الجوزاء. تخيل الجمال اللي انت هتكون فيه برج الجوزاء، توقع حدوث شيء انت ما كنتش متخيله، حاجه حلوه جدا جدا وامنيه هتتحقق، حاجه جايه من بعيد انت ما كنتش متخيلها، سفر للناس اللي عايزه سفر، الناس اللي عايزه تقدم على فيز، الناس اللي عايزه فيزا، الناس اللي عايزه تروح اي حته، الناس اللي عايزه تقدم على عمره لرمضان، يلا توكلوا على الله، ده الوقت المناسب جدا جدا انتوا تقدموا على ده، لان ان شاء الله باذن الله هتاخدوها وهتجيبوها. فربنا يكرمكم ان شاء الله اصحابي برج الجوزاء، وان شاء الله يكون شهر كريم سعيد حلو هادئ عليكم، واتمنى لكم كل الخير. كان معاكم ساره فوده خبيره الفلك والطاقه والتروت، سلام.